خلينا متفقين إن باسم سمرة من أجمد 3 ممثلين في مصر حاليا، ومعظم أدواره حلوة جدا لأن بصمته بتبقى واضحة في أي دور عمله، وبيطلع أداء تمثيلي عالي قوي بيغطي على كل اللي معاه. فتعالوا نشوف أحسن 10 أدوار لباسم سمرة. رقم 10 دور حسن في فيلم الجزيرة. أنا بحترم أي حد بيعمل دور صعيدي من غير أفوارة. باسم سمرة هنا كان هادي خالص وعارف يتكلم صح، وكان مديك هيبة الشخصية على الأقل في نص الفيلم، وكان باين عليه إنه عارف هو بيمثل إزاي، لأنه بيعرف يتحكم في رياكشنات وشه بطريقة عالية قوي. وشخصية حسن هنا كل اللي كان فارق معاه إنه يكون الكبير، وحاسس دايما إن أخوه ظلمه، رغم إنه مكرهش منصور وكان فاكر إن اللي بيعمله صح، كان واقف معاه، بس دايما من جواه مش مقتنع بأي حاجة منصور بيعملها لمجرد إنه اتعلم ودخل مدارس. بس اللي عجبني إن نهاية موته كانت كويسة جدا، لأنه اتغدر بيه علشان ما ينفعش شخصية زي حسن تتقتل غير بالغدر.